تتكلم بألفاظ سيئة أو تشتم أو تسب أو تقذف، فهي سيدة غير سوية. هي سيدة. حبيبي 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 حبيبي، ربنا يحفظك يا أبو فواز. اعمل قهوة، اعمل قهوة روق يا أبو فواز، حبيبي يا أبو فواز. أي سيدة تسب أو تقذف الناس أو تخرج بألفاظ مشينة، ألفاظ مشينة، ألفاظ مشينة، تبقى سيدة غير محترمة، تبقى سيدة من العاهرات. أي سيدة تعري جسمها، شوف كلامي واضح أنا ليك. على سبيل المثال البنت اللي اسمها ماليسيا دي الإسرائيلية، أنا بحدد لك أهو عشان ما تعملش موضوع عام. تعري جسمها، هي من الفاجرات العاهرات. ده مش كلام أنا عبد الملك يا أخويا، ده كلام الدين يا أخويا، هذا كلام الدين. اصل هو متحرر اموال، هو ده كلام متحرر. الدين، مش كلام أنا على فكرة يعني. أنت بتحاول تعمم، ما تعممش، لأن إحنا بنوجه كلام خاص لناس معينة. أي سيدة تدخل للناس في الخاص زي ماليسيا كده، زي البنت ماليسيا كده، الو 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 الو، ستات ورجاله ولوك لوك 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 عمال على بطال. ما بيكلمهمش على فكره عشان تساعدهم، ما بيكلمهمش علشان حاجه، بتكلمهم علشان صداقه، علشان منصه عبد الملك، علشان استقطاب السيدات والرجال. هذا مرفوض بالنسبه لنا كمجتمع اسلامي ومجتمع شرقي. ده اخويا محمد عبد الملك نقد بناء، هذا نقد بناء. اي سيده او اي رجل كلب يرفع من شان الكلب فوق الانسان، فهو كلب زيه ولا يستحق ان هو يكون انسان. ليه؟ لان الكلب لا يرفع شانه على الانسان. الكلب ما يتعملوش عيد ميلاد ويطلع نطع زيك نطع عشان يرضي الكلب، وصاحبه الكلب يقول الله عليه الكلب، الله على تورته الكلب، الله على جمال الكلب. بقى يظهر ان انت من نفس الفصيل، يظهر ان انت من نفس الفصيل بتاع الكلب وبتاع صاحبه الكلب. انت من نفس الفصيل بتاع الكلب وبتاع صاحبه الكلب. عرفت يا عبد الملك يا زرزور؟ انا بفهم بس يا سويد، لا مؤاخذه يا فندم، لا مؤاخذه يا فندم. اتفضل يا سويد. اللهم امين يا رب العالمين. تحياتي ليكي، وهيجي لك على فودافون كاش ان شاء الله. بعت لي الرقم. او مبدئيا يعني، مبدئيا انا بكلمكم